اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم يا البنات. اليوم بإذن الله في مطبخ أم أصيلة حنحضروا مع بعضنا تحلية الشعيرية، ولا كل واحد كيفاش يسميها، الفيرميسال. هذه التحلية يا البنات ما نحتاجوش فيها بزاف مقادير، وتجي بزاف بنينة وخفيفة، تقدري تحضريها للسهرات للمناسبات، يعني ما رايحاش تندمي وقت اللي تجربيها. تجي بزاف بنينة وخفيفة والجو تاعها يعني حاجة مختلفة. راح نروحوا على بركة الله نشوفوا واش هما المقادير والطريقة اللي راح نحضروا بها تحلية تاع نهار اليوم. هنا على بركة الله كما راكم تشوفوا نحتاج كاس كبير، هذا العبار تاع الشعيرية ولا الفيرميسال كما قلت من قبل، كل واحد كيفاش يسميها، وانتي تقدري تكيلي على حسب عدد افراد العائلة تاعك. انا العائلة تاعي صغيرة استعملت هذا الكاس، وصدقوني يعني حاجة تجي يعني كمية كبيرة، لأنه الفيرميسال كما نعرفوا وقت اللي تتشمخ والطيب رايحة تزيد، يعني إلا حطينا كاس ممكن تحصلوا على 2 كؤوس ولا أكثر. لهنا أنا أضفت 2 ملاعق كبار من الزيت، وضفت الكاس تاعي تاع الفيرميسال كما راكم تشوفوا، مباشرة على النار رايحة نحمر الفيرميسال تاعي. هنا كما راكم تشوفوا الفيرميسال تاعي ولا الشعيرية تاعي راهي بدات تتحمر. حمروها يا البنات على نار هادية، يعني ما ترماركوش ولا ما تحكموش على لاكولار اللي راكم تشوفوا فيها في الجناب تاع المقلاة. لاكولار كانت يعني محمره خفيفه ماهيش محروقه كما راكم تلاحظوا. لهنا واش اضفت 2 ملاعق كبار من السكر. اللي ما يحبش الحلاوات بزاف يا البنات ضيفوا فقط 1.5 ملعقة. لهنا راح نخلط السكر تاعي هذاك مع الشعيريه ولا الفيرميسال تاعي وهي مازالها فوق النار هكذا، باش نمزجوا السكر تاعنا ويذوب مباشرة، ما يبقالناش يعني يابس. ولهنا بعد ما خلطت كامل السكر تاعي مع الشعيريه اللي كنت حمرتها، رايحه نروح نجيب نفس المكيال ولا نفس الكاس اللي كيلت به الشعيريه تاعي البنات، وراح نضيف لها الماء. لهنا انا شحال رايحه نحتاج الماء؟ راح نحتاج 2 كؤوس من الماء، وانتي عينك ميزانك، يعني وقت اللي تذوقي الفيرميسال ولا الشعيريه تاعك راح تلقايها مازال ناقصها شويه طياب، زيدي لها فقط القليل من الماء حتى توصل النتيجه اللي حابتها. لهنا انا اضفت الكاس الاول واضفت الكاس الثاني. راح نخلط كامل المكونات اللي هما الشعيريه و2 ملاعق كبار من السكر و2 كيسان عفوا من الماء عادي يا البنات، الماء من الحنفيه. هنا بعد ما مزجت كامل المكونات واش رايحه ندير؟ راح نغطي المقلاة تاعي ونخلي الشعيريه تاعي تشرب هذاك الماء حتى تنضج ولا تطيب لي، يعني نتحصل على القوام اللي نحتاجه. واش رايحه ندير بعد ما نغطي الشعيريه تاعي؟ راح نروحوا على بركه الله يا البنات نروحوا نحضروا الخلطه اللي راح نزيدوا نستعملوها مع الشعيريه. لهنا خذيت هاد الكاسرول ضفت لها 2 ملاعق كبار من السكر، سكر حبيبات السكر العادي، واضفت 2 ملاعق من النشاء اللي هي المايزينا. راح نخلط هاد المكونين مع بعض في الكاسرول تاعي باش يمتزجوا لي مع بعض، ورايحه نروح نضيف الكاس تاع الماء اللي راكم تلاحظوا فيه، يعني نفس الكاس اللي كنت كيلت به من قبل الشعيريه وكيلت به عفوا الماء، كيلت به الماء هنا، وراح نزيد نكيل ايضا بنفس المكيال كاس حليب عادي. راح نخلطوا كامل المكونات تاعنا مع بعض هكذا باش نمزجوا السكر ونمزجوا ايضا النشا ولا المايزينا تاعنا باش ما تتكعبرناش وقت اللي ندوها على النار. هنا راح ناخذ الكاسرول تاعي مباشره على نار هاديه ونبقى نخلط. والسر هنا يا البنات في التحريك، يعني ما توقفوش على التحريك هكذا باش ما تكعبر لكمش المايزينا ولا النشا تاعكم في الخليط. لاحظوا معايا الخليط اللي تحصلت عليه. راح نضيف له 2 ملاعق من الفانيلا، واللي عندها فانيلا اكياس تقدر تضيف كيس فانيلا. نمسج الفانيلا تاعي جيدا كما راكم تلاحظوا، وهي اللي رايحه تخلي لنا الجو مختلف في الشعيريه تاعنا. هنا عندي ملعقه صغيره من الزبده. راح نمزجوا كامل المكونات كما راكم تلاحظوا مع بعضهم، وهذه هي الشعيريه تاعنا بعد ما حطينا لها الماء البنات وغلقنا عليها وخليناها شربت الماء هذاك راهي واجده. لاحظوا معايا يعني طابت بيان، راهي طايبه زبده مع الريحه تاعها مع السكر ما شاء الله. الا هنا هذاك الخليط تاعي اللي كنت ولا الكريمه تاعي اللي كنت جهزتها، اضفت لها القليل من الكاوكاو. كان عندي كاوكاو مرحيه البنات، وانتم على حسب الاختيار تاعكم، اللي تحب تضيف كاوكاو تضيف، اللي ما تحبش ما تضيفش عادي. هنا هادو هما الكؤوس تاعي اللي رايحه نعمرهم. درت الطبقه الاولى كما لاحظتوا يا البنات، راح نحط الشعيريه هي الطبقه الاولى، يعني راح التحليه تاعي راح نحضرها طبقات.
الطبقة الأولى كما لاحظتوا شعيرية، وراح نفرغ فوقها مباشرة الكريمة اللي كنا حضرناها مع بعض. وريحة الكريمة هذه يا البنات تشهي، يعني صدقوني جات كريمة ولا أروع. خلوها نتوم شوية جارية والله كما نقولوا ماشي شادة روحها بزاف، لأنه الكريمة هذه من بعد ما تبرد رايحة تعاود تتماسك وتشد روحها بيا. الطبقة الثانية قلنا أضفنا الكريمة، والطبقة الثالثة كما راكم تلاحظوا راح نعاود نضيف الشعيرية بنفس الطريقة اللي درت من قبل، يعني شعيرية وعاود فوقها الكريمة اللي كنا حضرناها، وطبقة ثالثة شعيرية وراح نعاود نضيف الكريمة. فقط ما توقعوش في الخطأ اللي وقعت فيها أنا. كما راكم تلاحظوا كنت عمرت الكأس تاعي مليح، وقت اللي جيت نحط الكريمة الطبقة الأخرى يعني ما حطيتش طبقة كبيرة لأني عمرت الكأس. أكيد عاودت صلحت الخطأ تاعي في الكؤوس اللي تبقاو. يعني خلوا المكان للطبقة الثالثة ولا عفوا الطبقة الرابعة، يعني طبقة الكريمة الطبقة الأخيرة. اللي هنا راح نروحوا يا البنات للتزيين. أنا هنا كان عندي كما كنت حكيت من قبل شوية كاوكاو كان مقلي ومرحي، زينت به الكؤوس تاعي. وانتم لكم الاختيار، اللي تحب تزين باللوز، اللي تحب بالنوى كوكو، تحبي ما تزينيش خلاص انت حرة. أنا اللي هنايا كما راح تشوفوا معايا النتيجة اللي تحصلنا عليها. هذه هي الشعرية ولا هذه هي التحلية اللي كنا حضرناها اليوم مع بعض يا البنات. إن شاء الله يا ربي تجربوها وتكون تنال إعجابكم. فقط تتركوا لي في التعليقات رأيكم، اللي تعجبها تترك لي رأيها، واللي ما تعجبهاش أيضا رأيك على راسي. اللي عندها انتقادات ولا عندها إضافات تقدر تفيدني بها مرحبا بها. في الاخير يا البنات ما بقى لي غير نقول لكم ما تنسوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه، وخصوصا الناس اللي راهي تشاهد فيا لاول مره روحي ديري لي اللايك واشتركي لي في القناه فضلا وليس امرا. ومرحبا بكم يا غاليات على قلب ام اصيل. ان شاء الله يا ربي نتلاقاو في وصفه قادمه بحول الله. تهلاو لي في رواحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.